السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا ان شاء الله غادي نشارك معكم 5 ديال النصائح للاستعداد الجيد لامتحانات البكالوريا. طبقا للتجربه ديال الطلاب الناجحين في امتحانات البكالوريا للسنوات الفائته، كاينين 5 ديال النصائح اللي غادي تساعدك في الاستعداد بشكل فعال باش تنجح في البكالوريا ديالك بطريقه سهله ومبسطه. نبداو مع النصيحة الأولى: تنظيم الوقت. قم بإنشاء جدول زمني للدراسة وتعيين الأهداف اليومية والأسبوعية. من بعد قسم هذاك المنهج إلى وحدات صغيرة وقم بتخصيص وقت للدراسة حسب كل منهج، كل وحدة على حدة. من بعد تأكد من تخصيص وقت المراجعة أيضا. الالتزام بالجدول الزمني غادي يساعدك على استغلال وقتك بشكل فعال وتجنب التأجيل. ثانيا، التعاون مع الآخرين. دير واحد المجموعات صغيرة ديال الدراسة مع الزملاء المهتمين ديالك بالمواد نفسها. يمكن لكم تشاركوا الملاحظات وتناقشوا المفاهيم الصعبة كاملين. يمكن لكم تكون عندكم وجهات نظر مختلفة، ويمكن ايضا يساعدوك فهم الامور بشكل افضل اللي انت ما كتكونش او انت ما كتكونيش فاهمها بالشكل المطلوب. ثالثا، استخدام المصادر التعليميه المتعدده. استخدم مجموعه ديال الكتب ولا مجموعه متنوعه من المصادر التعليميه بحال الكتب الدراسيه، المقالات، المراجع، المصادر عبر الانترنت وغيرها، حيث تقدر تلقى بعض المصادر كتشرح المفاهيم اللي انت باغي بشكل افضل بالنسبه لك. استفد من الاشرطه الصوتيه والفيديوهات التعليميه الا كانت كتناسب الطريقه ديال التعلم ديالك. رابعا، الممارسه العمليه. قم بحل الأسئلة السابقة لامتحانات البكالوريا والتدرب على الحلول بشكل منتظم. هذا الشيء غادي يساعدك على فهم نمط الأسئلة والاستعداد لتحدي الوقت أثناء الامتحان. يعني تقدر تمشي الامتحانات ديال السنوات الفائتة، مثلا السنة ديال 2019 2018 2020 حتى السنة اللي بغيتي، ودير الوقت ديال الامتحان البكالوريا كيف ما كيكون في الامتحانات العادية، يعني الوقت الحقيقي. ومن بعد حاول تجتاز هذاك الاختبار بهذاك الوقت وشوف واش غادي تقدر عليه، وغادي تقدر انك تجاوب على عدد كبير من الاسئله في هذاك الوقت المحدد. خامسا، وهي النصيحه الاخيره اللي غادي نقول لك: الاعتناء بالصحه العامه والصحه النفسيه ايضا، حيث الا وليتي تهتم بالصحه ديالك العامه اثناء فتره الامتحانات تاكد من ان الامتحان غادي يدوز مزيان و100% غادي تجاوب على الاسئله بواحد الظروف اللي هي مزيانه. وحتى مورالمون ملي غادي دوز الامتحان غادي دوزو وانت فرحان وانت موجد ليه، ما غاديش تبقى تفكر كيفاش غادي ندير ولا كيفاش غادي ندير، والنفسيه ديالك هي طايحه والمورال حتى هو زيرو. واخر حاجه نقدر نقول لك قبل ما نساليو هذا الفيديو الخفيف، ان شاء الله غادي تجيب النقطه اللي انت بغيتي. غير حاول انك تفكر بطاقه ايجابيه انك غادي دوز هذا الامتحان كيف ما بغيتي، وغادي يكون كامل سهل وغادي تقدر تجاوب على كاع الاسئله. ثق في راسك وثق في الاجوبه اللي غادي تحط، ولكن اول حاجه قبل من كل شيء غادي تثق في الله حيت هو اللي غادي يعاونك، ومن بعد المجهودات ديالك. شكرا لكم والى اللقاء في حلقه جديده ومع معلومات جداد.